ده فيديو الثلاث أطفال اللي اتخلص منهم الجاني. جنى 11 سنة، وسيف 13 سنة، ومصطفى 6 سنين. الثلاثة دول كانوا عايشين في أسرة مستقرة جدا. أمهم منقبة واسمها زيزي من محافظة المنوفية. ست بتشتغل مع جوزها عشان تساعده في المعيشة، لأن جوزها كان شغال فرد أمن. الزوج اسمه حمادة عيد وعنده حوالي 40 سنة، لكن بسبب الغلا اللي احنا فيه حصل خلافات ما بينه وبين زوجته زيزي، فهي قالت له أنا مش قادرة على العيشة دي، وقالت له انا هاخد عيالي واطلع على اهلي. رجع الزوج من الشغل ما لقاهمش، فاتصل على اهل زوجته في المنوفيه، لكن للاسف اتصدم ان هم مش موجودين. لكن هو يوم 5/10 لما اتاكد ان هي مش موجوده، فراح عمل محضر في الاسم الهرم. وطبعا الفيديو بتاع التوك توك اول واحد كان شايله ورماه في العماره سيف اللي عنده 13 سنه، وبعدين جنى اللي عندها 11 سنه. والغريب في الموضوع ان البنت لقوا ان هي بنطلون مفكوك منها وفي اثار دم وحاجات زي كده. اكتشفوا انه الجاني هو احمد محمد اللي عنده 38 سنة. لكن اللي حصل بعد كده يشيب العقل بجد.